2026 داخلة على برج الجوزاء بطاقة تشبه أول نفس هوا نضيف بعد شباك اتفتح. إحساس منعش واضح ومليان إشارات بيتهيألك إن قلبك كان مستني يسمعها من زمان. السنة دي دماغك مش هتعرف تعدي قدام مشاعرك من غير ما تقف، ولا قلبك هيقبل يسكت تاني. الكواكب بتكشف تغييرات واضحة في العلاقات، الجواز، والاختيارات اللي هتقود قلبك طول السنة. وبرجك اللي بيحكمه عطارد، كوكب الكلام والإشارات والتوقيت، هيحس بكل تفصيلة في 2026 بشكل مضاعف. الكلمة اللي تتقال، الرسالة اللي تتأخر، الوقفة اللي بين الجمل، القرار اللي تاخده في اللحظة الصح، كل ده هيبقى خيط مهم في طريق الحب عندك. 2026 هتخلي صوتك هو البوصلة. إزاي بتتكلم، إمتى بتفتح قلبك، وإمتى بتختار تمشي أو تكمل، ده اللي هيحدد ملامح علاقاتك كلها. في بداية السنة ممكن تلاقي مشاعر راجعة من أماكن قديمة، رسالة من شخص اختفى، إحساس ما كنتش فاكره، أو علاقة معلقة بتطلب كلمة أخيرة. اللحظات دي مش صدفة، دي فرصتك تقفل صفحات بلطف أو تجاوب على أسئلة كان قلبك سايبها بعدين. الصراحة العاطفية في الفترة دي هتكون السلاح اللي بيحميك. مع دخول نص 2026 الطاقة نفسها بتتغير. الفصل ده شبه باب جديد بيتفتح، وجودك الاجتماعي يقوى، الدعوات واللقاءات الخفيفة تزيد. ولو انت بالفعل في علاقة، نص السنة بيجيب أحاديث أعمق وتعديلات صغيرة في الروتين تخلي العلاقة أحلى وأصدق. أما آخر السنة فهو عن الاختيار. هتقرر بوضوح، هل عايز علاقة أقوى؟ عايز تلتزم أكتر؟ محتاج مسافة ولا تمشي وتبدأ من جديد؟ صفات الجوزاء المعروفة، الذكاء السريع، خفة الدم، والسهولة الاجتماعية هتكون موجودة، بس عليها طبقة جديدة من نضج هادي. تخيل معايا إن في 3 مدرسين تقال ماشيين معاك خطوة بخطوة في حياتك العاطفية السنة دي. كل واحد فيهم ماسكك من ناحية وبيفتح لك باب جديد في قلبك. المشتري مدرس التوسع والنمو. المشتري داخل السنة دي وراه نفس طويل بيكبر بيه قلبك، مش توسع سريع ولا فرصة جاية فجأة. بالعكس، ده نمو هادي ومتراكم يخليك تحس إنك بترجع قيمة لنفسك كنت ناسيها. المدرس ده بيقولك اختار أعلى، اطلب أكتر، وافتكر إنك تستاهل الأفضل. ممكن تقابل ناس من خلفيات مختلفة، ترتبط بحد من بيئة جديدة، تسافر وتختبر إحساس الحرية مع حد، أو حتى تكتشف إنك مش هترضى بعلاقات سطحية زي زمان. المشتري السنة دي بيعلمك إن الحب مش صدفة، الحب اختيار واعي. زحل مدرس الحدود والدروس التقيلة. زحل داخل كأنه المشرف اللي مش بيضحك كتير، لكن كلمته مظبوطة وفي مكانها. السنة دي زحل بيسألك تكبر، مش في مشاعرك لكن في اختياراتك. ممكن يجيب قدامك علاقة on و off كانت مستنزفاك ويقولك كفاية. ممكن يعلمك إمتى تقول لأ وإمتى توقف جري ورا حد مش بيقدر. وممكن يخليك تواجه علاقات كنت مأجل حسمها، سواء إصلاح أو إنهاء. أوقات هتحس إن المشاعر بقت مسؤولية، لكن الحقيقة إن زحل بيبني لك هيكل أمان يخلي قلبك ما يتكسرش بسهولة تاني. الزهرة مدرسة الجاذبية والسحر. الزهرة هتعدي عليك كذا مرة السنة دي وتسيب لمستها الحلوة، اللطافة في الكلام، الجمال في الطريقة، والكاريزما اللي بتظهر من غير ما تقصد. في فترات معينة هتلاقي الناس بتتشد ليك سواء كنت أعزب أو مرتبط. الزهرة هنا مش بس بتعمل جاذبية، هي بتديك جرأة التحير. أنا معجب، أنا متضايق، أنا محتاج اهتمام، أنا عايز علاقة واضحة. وممكن كمان تكون سبب إن علاقة قديمة تتصلح أو علاقة جديدة تبدأ على نضج مش على اندفاع. في 2026 في شوية موضوعات هتفضل ترجع لك كل شوية، سواء كنت أعزب، مرتبط، خارج من علاقة، أو حتى مشغول بقلبك. بس هتلاقي نفسك السنة دي بتتكلم بوضوح، مش هتستنى حد يفهم من سكوتك. هتسأل الأسئلة اللي كنت بتخاف منها، وهتوضح احتياجاتك من غير لف ودوران. ده بيخلي العزاب يتجنبوا الإشارات المتضاربة، ويخلي اللي في علاقات يكتشفوا إيه اللي ناقص ويتصلح. الجوزاء السنة دي بيبص ورا مش علشان يوجع نفسه، لكن عشان يفهم. ممكن تسامح نفسك على اختيارات زمان، على التساهل،
على التعلق بحد ما كانش يستحق. ده شفا هادي مش دراما، بس بيعمل فرق كبير في تركيبتك العاطفية. مع الوقت هتلاقي نفسك بتفهم العلامات الحمر أسرع: قلة المجهود، التردد، الكلام الكتير من غير أفعال. 2026 بتعلمك إن الجاذبية وحدها مش كفاية، وإن القيم المشتركة والاحترام اليومي أهم من الشرارة الأولانية. هتلاحظ إن سقفك بقى أعلى، والحد اللي مش جاهز مش هياخد من وقتك زي زمان. لو أنت أعزب السنة دي بيترسم فيها خط رفيع بين المتعة والصدق، ولا هي سنة فراغ ولا هي سنة حب طاير. 2026 بتفتح لك أبواب حب جديدة في 3 محطات واضحة، وكل محطة ليها مزاجها وطريقتها في التقريب. الشهور الأولى شرارة خفيفة ومريحة، نص السنة العلاقة بتاخد عمق جميل، آخر السنة وقت تحديد النوايا، تقول لدعوات أكتر، والأهم كن منفتح لناس بره نوعك المعتاد، لأن 2026 ممكن تبعت لك حد مختلف بس مناسب أكتر من اللي كنت بتختاره زمان. ستايلك في التعارف السنة دي لامع بمعنى الكلمة، دماغك سريعة، كلامك جذاب، وأي قعدة تقدر تحولها لحوار شيق. بتغازل بذكاء، بتسأل أسئلة تخلي اللي قدامك يفكر في نفسه، وبتبني صلة ذهنية قبل أي حاجة تانية. ناس كتير هتنجذب لك مش بس علشان شكلك، لكن عشان سرعة بتهتك وخفة دمك. لو انت في علاقة جدية، خطوبة أو جواز، 2026 هتبان زي سنة نقطة التحول الهادية، مش صدمات لكن تحولات بطيئة وواضحة. بعض الأزواج هيلاقوا نفسهم بيتقربوا أكتر، في دفء، في إحساس إنكوا تيم، وإن القرارات الكبيرة زي الفلوس أو السكن أو حتى فكرة الأطفال بقت أسهل في النقاش. فجأة تحس إن في نضج، وإن الخطوط اللي كانت بايظة بقت أوضح. وفي علاقات تانية 2026 هتكشف الفجوة بشكل صريح، طرف بيحاول وطرف تاني سايب الدنيا تمشي لوحدها، وده مش وحش لأنه بيحدد لك الحقيقة من غير ضباب. الحلو في السنة دي إنك مش مجبور تسرع ولا تأجل، تقدر تختبر تغييرات صغيرة، تشوف نمط جديد وتراقب رد الفعل. بعض الأزواج هيجددوا زواجهم أو يدخلوا مرحلة ارتباط أعمق، وغيرهم هيوصل لاستنتاج هادي وصادق. الفراق أرحم من علاقة معلقة. الكواكب بتقول للجوزاء في 2026 الاختيار في إيدك مش القدر. القرب العاطفي هو الدرس الأساسي ليك السنة دي. الجوزاء بطبيعته بيعتمد على دماغه، يفكر قبل ما يحس، لكن 2026 هتطلب منك حاجة مختلفة، تحكي اللي بتحسي بيه مش اللي دماغك مرتباه. ده مخيف شوية لأنك مش متعود تفتح قلبك بسهولة. عادات صغيرة تساعدك، كل واحد فيكو يحكي قلم واحد عن المستقبل وتسمعوا لبعض من غير مقاطعة، وقول جملة بسيطة زي مش متأكد بس بحاول أشرح. الجملة دي لوحدها بتبني ثقة مش طبيعية. الهدف مش إن التواصل يبقى مثالي، الهدف إنك تحس بالأمان الكافي إنك تكون حقيقي. كل ما تفتح جزء من عالمك الداخلي، شريكك هيقدر يشوفك بوضوح، مش يشوف النسخة اللي كنت مخبيها زمان. الجوزاء بطبيعته اجتماعي، دمه خفيف، وعنده ناس كتير حواليه، والسنة دي ده ممكن يفتح باب لمواقف محتاجة صبر ووضوح. لو انت متجوز أو قريب من الجواز، هتكون سنة علشان تتأكد إن خططكم الطويلة المدى لسه ماشية مع بعض. مش لازم يكون الموضوع تقيل، ممكن يبقى بسيط، الكلام عن الفلوس والعادات اليومية، فين تحبوا تسكنوا. علامات الاتحاد القوي: القرارات المشتركة المتوازنة، الضحك حتى في الأيام الصعبة، وإحساس ثابت إنه إحنا تيم واحد. في السنة دي ممكن تحسوا إنكم جاهزين، تشتروا بيت، تجددوا عقود الجواز، تحققوا حلم مشترك أو مشروع حياتي. أما لو بتحس بالبعد أو الوحدة أو بتكرروا نفس المشاجرات، ده بيكون وقت شغل أعمق. أحياناً أحاديث صريحة أو فترة انفصال تجريبية بتخليكوا تعرفوا هل الحب يقدر يكمل وينمو ولا المسارات محتاجة تتباعد بلطف. العزاب بيستكشفوا حب جديد بنظرة أعمق ووعي أكبر، والمتجوزين بيلاقوا أسئلة صريحة عن الخطط المستقبلية، الثقة والأمان العاطفي. وسط ده كله، كلامك واختياراتك هي اللي هتشكل مسارك.
السنة دي مش بس عن إنك تلاقي شريك أو تحافظ على واحد، دي عن إنك تتعلم تعامل قلبك باحترام ورعاية.